اهلا بكم اخواتي. النهارده انا قررت اني اعمل فيديو يفيدكم، اقول لكم فوائد، والفيديو ده هعمل منه على طول، وهعمل من الفيديوهات التانية برضو اللي هي الضحك والرعب، كل ده هعمله. بس الفيديو بتاع النهارده هيكون فيه محتوى يفيدكم، 5 عادات هيفيدوك. تعالوا نعرف يلا مع بعض العادات دي ايه، مش هطول عليكم ويلا بينا. اول عادة معانا، اول عادة رقم 1، شرب المية الكفاية. اشرب مية كفاية، ايوه اشرب مية، مش بيبسي ومش عصير، لا مية. جسمك لو نقصه شوية مية بيبدأ يعاقبك بعدين، صداع، كسل، مش قادر خلاص، معدتش شايف اصلا قدامك، ده كله عشان المية. السر في الكوباية اللي انت لسه تشربها الصبح يا باشا. فوائد شرب المية ايه؟ اقول لك الفوائد ايه. بيقلل الصداع، يزود التركيز، بتخلي بشرتك احسن، ويساعد في الهضم كمان. دي كل فوائد شرب المية. عرفت المية فوائدها ايه؟ تاني معلومة معانا وهي النوم في وقت ثابت. ايوه النوم في وقت ثابت. ازاي؟ الناس اللي بيقعدوا ما بيناموش في وقت ثابت دول، مرة اللي ينام لك 3 الفجر، ينام لك 12، مش عارفين هما بيناموا اصلا امتى. دول بيبقى في دوخة في دماغهم، مش عارفين دي من ايه اصلا. دماغهم مش فاهمة هما عايزين يعملوا ايه ولا يناموا ازاي، ولا هما مش فاهماهم اصلا. لكن لما تظبط نومك، تنام مثلا 6 ساعات وتصحى فايق كده، تحس انك نمت 10 ساعات. شفت ده؟ طب جرب بس كده. الفوائد بتاعت النوم في وقت ثابت ايه؟ جسمك بيتعافى من كل حاجة فيه، ومزاجك بيتظبط يا باشا، تركيز بيزيد، بتبقى خلاص مركز، هرمونات بتتظبط طبيعي. تالت معلومة معانا، المشي لو 10 دقايق في اليوم. ايوه مشي 10 دقايق في اليوم، ايه يعني اللي هتخسره؟ اعرف ان ال10 دقايق ما هم مش رقم كبير، بس تمشيهم بعد الاكل في اليوم، او حتى كأنك بتكلم واحد صاحبك ومشيت له 10 دقايق، انت كده جسمك استفاد. الجسم ما هوش معمول ان انت تقعد على الكرسي كده 10 ساعات، لا تقعد على الكرسي كده يوم كامل، لا يا حبيبي، ده انت لازم تمشي في اليوم 10 دقايق. وقلت لك ان ال10 دقايق ما هم مش رقم كبير، انت لو قعدت وما مشيتش جسمك كله يقشعر في بعضه. انزل ومشي. الفوائد المشي جو القلب، بيقلل التوتر، يفتح نفسك كده، يعني يصفي ذهنك كمان من كل الحاجات دي. رابع معلومة معانا هي ايه؟ قبل ما تنام ب5 دقايق ارمي الموبايل بعيد. عارف ليه؟ لان لو قعدت على الموبايل قبل ما تنام مخك هيكون في صراع، مش عارف هو بيعمل ايه، سكول سكول سكول، وفجأة وانت قاعد على الموبايل الساعة 4 الفجر، ده كله انت قعدت على التليفون، مخك راح، الوقت عدى، ما نمتش كمان، والساعة بقت 4 الفجر. ليه بتتفرج على فيديو طبخ، فيديو مش عارف ايه؟ يا اخي جت على ال5 دقايق اللي قبل النوم دول، ابعد الموبايل، ادي فرصة لمخك ان هو يرتاح بقى من اليوم كله وينام. فوائد البعد الموبايل من جنبك قبل النوم، نوم اسرع، نوم اعمق، يعني عينك بترتاح من الاضاءة، المخ يجهز للنوم. وخامس معلومة معانا، كل يوم اكتب حاجة حلوة حصلت لك. يعني النهاردة انا جالي ايفون هدية، جيب مذكرة واكتب فيها انا جالي ايفون هدية. قعدت مع اصحابك شربت قهوة وضحكت، اكتب ده انا قعدت وعملت. لما مخك يعرف ان الحلو بيجي يبدأ هو يجيب لك الحلو. الفوائد بتاعت كده ايه؟ اقول لك ايه؟ ترفع حالتك النفسية، وبتخلي تفكيرك احسن من اي حاجة حواليك، القلق والتوتر اللي فيك بيقل خالص. عزيزي المشاهد، ال5 فوائد بتوع النهاردة يكونوا خلصوا. استنى فوائد جاية وفيديوهات جاية اكتر ان شاء الله. جرب انت اعمل كده يومين بس، هتلاقي نفسك ارتحت خالص. لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. استنى الجاي. سلام.